أرسل مسؤولو نادي الزمالك عرضا ماديا للإنجليزي أوفي إيجاريا مقابل التوقيع للقلعة البيضاء لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني. ومن المنتظر أن يصل أوفي إيجاريا إلي القاهرة خلال أيام، في حال الموافقة على العرض المادي المقدم من الزمالك من أجل توقيع العقود بشكل رسمي والخضوع لبرنامج تأهيلي لحين حلول فترة الانتقالات والانضمام للفارس الأبيض. وكان هناك تخوف من مسؤولي نادي الزمالك من فشل صفقة أوفي إيجاريا الناتجة عن ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، لكنهم وافقوا على التوقيع معه لمدة 6 أشهر حتى يكون في هذه المدة تحت التقييم، إلا أن اللاعب يرغب في التوقيع لمدة موسم، الأمر الذي أثار الخلاف بين الطرفين. ونجح جوميز في إذابة جبال الثلج بين أوفي إيجاريا ومسؤولي نادي الزمالك بعد تعهده